And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة تشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما بيقول له أي أكبر، وبيشد إيده وبيشاور على أليكس وبيقول له أنا أتحدث عن أختك أليكس. فبيتعصب لينج وبيقول له أنا أعتبرك أخي وأنت في الواقع تريد التقرب من أختي. وبيتعصب فبيقول له صديقه ماذا بك يا لينج، هي في النهاية ليست أختك أليس كذلك؟ فبيسكت لينج وبيبص عليها فبيقول له صديقه أنت لا تحبها أليس كذلك؟ فبيقول له ما هذا الهراء، لا طبعا أنا أعرفها وسوف أساعدك في مطاردتها. وبيضحك وبيقول له قل لي كيف يمكنني جعل أختك تقع في حبي؟ فبيقول له زي كل النساء بتحب المواقف الرومانسية بشكل خاص، هي بتحب الظهور جدا. فبيقول له صديقه عندك حق، وبيجيب ورد في الفصل ويشاور له لينج ان هو كل حاجة كده تمام. وأليكس بتكون بتقرأ وبيحط الشاب الورد قصادها، وأول ما بتشوفه أليكس بتخاف وبتتخنق. وبيقوم لينج وبيزعق وبيقول أنت ألا تعرف إن هي حساسة من الظهور، أي نوع من المسحة تقوم به الآن؟ وبيبص لأليكس اللي بتكون مخنوقة وبتبصله بإعجاب. ولما بتنزل علشان تاكل بتتخبط في الشاب بالغلط وبتبص عليه، وبيفتكر الشاب وهو بيسأل لينج وبيقول له قول لي كمان بتحب ايه تاني؟ وبيقول له لينج لقد كانت تشتكي مؤخرا ان والدها بيطبخ طعام عادي لكنها تحب الطعام الحار بشكل خاص. فبيقول له حار حسنا. ولما بتبص أليكس على أكلها في الوقت ده بتلاقيه محطوط عليه فلفل حار، وبتقول مين المجنون اللي عمل كده؟ أنا لا أستطيع تناول الطعام الحار، كيف سأكل الآن؟ وبتتضايق وبتلف تلاقي لينج بيديها أكل وبيقول لها خدي ده كلي أنا شبعان، وبيمشي وهي بتضحك. وبيبانوا أليكس مروحة بالليل وبتحس بحد ماشي وراها، وبيكون نفس الشاب. وبيفتكر كلام لينج وهو بيقوله إن هي بتخاف ترجع البيت بالليل لوحدها، عشان كده لازم تمشي وراها وتحميها بس في صمت. وهنا بتجري أليكس وبيمسكها لينج، والشاب لسه ماشي وفرحان بنفسه. ولينج بيقول لها اسموتي. بتقول له ما هذا؟ استمر في متابعتي منذ خروجي من المدرسة. فبيقول لينج لم أكن أتوقع أن يكون هذا الشاب من المطاردين. وبيبص لأليكس وبيضحك. وتاني يوم في المدرسة بيجي الشاب يقعد جنبها، فبتخاف أليكس وبتقوم من جنبه. لينج فرحان جدا والشاب بيكون متضايق. وبتقف أليكس في الملعب مع لينج وبتقوله شكرا ليك جدا. وهنا بيقرب الشاب منهم وبيقول تلعبي معايا؟ فبتتضايق وبتقوله انت غير طبيعي، وبتمشي وبتسيبه. وبيقول الشاب ما الأمر؟ يبدو أنها أصبحت تكرهني. فبيقول له لينج ده غير صحيح، وأنتم بدأتم في التقرب بالفعل من بعضكم البعض، لكن أقول من الممكن ان هي خايفة من والدها. بيقول له ممكن سأجد طريقة. بيقول له انا بعمل اللي عليا وبحاول اقنعها لكن لا يوجد حل. وبيبان لينج وهو بيقنع أليكس وبيقول لها ان هو شاب غير جيد واخشى عليكي منه. وبتقول له وانا لا اريده، انا لدي بالفعل شخص احبه. وبتصدم هنا لينج من ردها وبيتضايق ان هي بتحب شخص تاني. وبتبص جنبها على الشباب وبيفتكر لينج ان هي بتتكلم عن شاب فيهم. وفعلا بيروح لينج مكان شغل الشاب اللي بتكون بتتكلم عنه، بيكون معاه رجاله وبيشد الكراسي. فبيقول له الشاب ماذا تريد؟ فبيقول لينج انت. فبيرمي الشاب الفوطه وبيمشي وبيقول انا غير مهتم بامثالك. فبيقول لينج يا انت لقد اسأت فهمي. وبيروح يحكي لأليكس اللي بتتضايق جدا وبيقول لها لقد بذلت قصارى جهدي لكنه صارم جدا، هل تعرفي اذا ماذا يحب ذلك الطفل؟ فبتقول أليكس ماذا تقول؟ علاوة على ذلك أنا لا أعرف، وبما أنني لا أستطيع أن أسأل ثم سأحاول أنا بنفسي. فبيقول لينج ستجربي كيف؟ فبتظهر أليكس وهي لابسة فستان أحمر وحاطة روج ومظبطة نفسها. وبتصدم لينج مع راجل من رجالته وبيقول أتلك هي أختك الغير شقيقة؟ فبيقول لينج ماذا أختي؟ ليست أختي بعد، لم تتزوج أمي وأبي بعدها. وبتقرب أليكس من الشاب وبتشاور له وبتقول له يا لها من مصادفة كبيرة، ما رأيك أن نأكل معا؟ لكنه بيكونش مركز معاها خالص. وبتقول خسارة كبيرة. وبتشطب على أول فكرة وبيفرح لينج جدا وبيقول أحسن. وبتغير أليكس ملابسها وبتلبس زي المدرسة وبيكون شكلها كيوت جدا. وبيقول الشاب مع لينج إن أختك عادت مرة أخرى. وهي بتقرب من صاحب المكان وبتقوله أهلا. بيقول لها ماذا تريدي أن تأكلي؟ ومش بيبص عليها تاني. وبتقول في سرها خسارة كبيرة تانية. وبيستريح لينج جدا، لكنها بتيجي مرة تانية وبتنزل من دراجة نارية وبتلعب في شعرها وبيكون شكلها مبهر قوي. وبتقول يا لها من مصادفة. بيقول لها لينج
اوه شكلها لطيف جدا، وبيقول للشاب هنا ماذا تريد ان تأكلي؟ فبتقول خسارة جديدة، وبتزعل وبتلف وبتفتح تشطب على اخر فكرة، وبترجع البيت وهي زعلانة وبتقول للينج لم اعرف ماذا يحب. فبيقول لها يمكن لديه شخص وقع في حبه بالفعل، لكن أقول لك لا تستسلمي. وتاني يوم بتروح بعد المدرسة وبتلاقي واقع منه حاجة وبتساعده، وبعدين بتلف بيقول لها بقول لك ايه رأيك نتعشى سوا اليوم عشاء لذيذ؟ وبتلف أليكس ليه وبتضحك، وبيبص عليهم لينج وبيقول لقد تم لم الشمل العظيم، وبيزعل وبيمشي، وبتبدأ علاقتهم فعلا، وبيتجمعوا كلهم في المدرسة وبيكونوا عاوزين يتصوروا. فبيشد لينج توكة أليكس اللي بتقوله لينج ماذا تفعل؟ هات تلك التوكة. فبيقول لها سيو حبيبها لا من رأيي تبدين هكذا جميلة جدا. فبيتغاظ لينج وبيتصوروا، وبياخد لينج الصورة وبيقول تبدو رائعة، وبيبص عليها وهي في ايد سيو بيقول انت وسيم جدا، وهو بيطبق عليها الصورة هما الاتنين وبيمشوا. بعد شوية بتكون أليكس ماشية لوحدها بتاكل ايس كريم، فبيجي لينج وبيقول لها سيو هناك، فبتبص فبياكل لينج الايس كريم بتاعها، وبتزعل أليكس جدا ولسه هيطلع مشروب ليها، بيكون سيو اداها الايس كريم بتاعه، وبتصدم لينج جدا وهما بيمشوا وهو بيفضل واقف. وتاني يوم بتروح أليكس تتظبط وتلبس شيك عشان تكون خارجة مع سيو، وبتلف وبتضحك وتقول له لينج ما رأيك بيه؟ هل أبدو جميلة؟ وطبعا لينج بيتصدم من جمالها اللحظة وبيقول ألا تستطيع أن تري أنت تبدين قبيحة جدا. فبتزعق وبتقول له لينج لن أسكت لك، ولسه جاية تضربه بتتكعبل بسبب الكعب وبتكون هتقع، وبيلحقها لينج في حضنه وبيقول لها لماذا ترتدي الكعب العالي؟ فبيجي سيو عنها ويقول حبيبتي تبدو رائعة في أي شيء ترتديه، اسرعي هيا المركز التجاري سوف يقفل قريبا. وبتقوله حسنا يا حبيبي، وبيمشوا. ولينج واقف بيبص عليهم بحزن، وبيوطي ياخد الكوتشي بتاعه وبيعينه في الشنطة، ويبانوا هما ماشيين سوا وبيضحكوا. لينج وراهم شايل الشنطة وبيبص عليهم وهو غيران جدا. وهنا بيكون في رجالة في الشارع بتقول إن تلك الفتاة ترتدي ملابس جميلة جدا في منتصف الليل، وبيقول التاني هل ترتديها لذلك الرجل عن قصد؟ فبتتعصب أليكس وبتقول أنت. فبيقول لها سيو اهدئي، فم الآخرين لا يمكن أن أخذ على محمل الجد، وبيديها الجاكيت بتاعه وبيقول لها فقط ارتدي بعض الملابس. فبيقول الراجل هكذا زادت جمال أكتر، فما بيقدرش يسكت لينج هنا وبيضربهم. وبتتصدم أليكس جدا وبتقول له لينج لأ، وبتاخده وبتقعده وبتعالجه وبتقول له لماذا قمت بالتسرع وفعلت هذا؟ فبيضحك لينج وبيلاحظ ان رجليه اتأذت من الكعب، وبيقوم وبيقلع حولها ويلبسها الكوتشي بتاعها ويقول لها كل شخص لديه شخص مفضل يقوم بحمايته، وبيخبطها بالكتاب ويقول لها أذهب الأحمق أخيرا. وبيمشي وبتقع منه صورتهم سوا، وبتمسكها وبتلاقيه مطبقها عليهم هما الاتنين، وبتتصدم هنا ان لينج واقع في حبها. وتاني يوم بتركب أليكس العربية وهي فرحانة جدا، لكنها بتلاقي بنت غريب وبتكون صديقة أم لينج، وبتتضايق أليكس جدا وبتنزل البنت وبتتقرب من لينج قدامها، ولما بتشوفهم أليكس بتغير عليه جدا وبتروح تشد الكتاب من ايده وتطلع صورتهم وتقوله انت تحبني اليس كذلك؟ وتقبله وتقوله من الان فصاعدا انت ليا انا. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الثالث ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميله فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، بحبكم قوي، شكرا لكم جدا. وبس كده، باي باي.